في رواية تانية خالص جت من الشاعر الروماني فرجيل في ملحمة الإنياذة. فرجيل ما كانش بيحكي القصة من منظور الإغريق المنتصرين، كان بيحكيها من منظور الطرواديين الخاسرين، ومن خلال شخصية إنياس اللي هرب من المدينة وقت سقوطها. في نسخة فرجيل الحصان بيتوصف كتحفة هندسية مرعبة، مش مجرد لعبة خشب. وفيه تفصيلة تانية بتخلي الصورة أعقد. بعض المؤرخين اليونانيين القدام زي المؤرخ باوسانياس اللي عاش في القرن الثاني الميلادي ذكر إن في تماثيل وآثار في اليونان بتخلد اسم إيبيوس كصانع الحصان. يعني الاسم ده ما كانش مجرد تفصيلة في قصيدة، كان معروف كفاية إنه يتكرم بتمثال بعد قرون من الحدث نفسه. ده بيدي إشارة إن الشخصية دي حتى لو أسطورية كانت جزء أساسي من الذاكرة الثقافية اليونانية، مش مجرد اسم عابر. طب هل الحصان ده كان موجود فعلاً؟ السؤال ده شغل علماء الآثار لعقود. عالم آثار ألماني اسمه مانفريد كورفمان قضى سنين طويلة بيحفر في موقع طروادة الحقيقي في تركيا، ولقى أدلة على دمار كبير حصل للمدينة في فترة زمنية قريبة من التاريخ اللي بيتكلم عنه هوميروس. بس ما حدش لقى أي أثر مادي لحصان خشبي. النظرية الأقرب للعلم إن الحصان ممكن يكون رمز أدبي لآلة حصار خشبية ضخمة كانت بتستخدم وقتها لكسر الأسوار، أو حتى رمز لزلزال دمر أجزاء من المدينة، لأن بوسيدون في الأساطير كان إله البحر والزلازل في نفس الوقت. يعني القصة اللي انت عارفها ممكن تكون خليط من حرفي حقيقي اسمه إيبيوس، وفكرة عبقرية من أوديسيوس، وتفاصيل بناء اتكتبت بعد قرون من كوي نتوس، ورؤية مختلفة تماماً من فرجيل، وأدلة أثرية ناقصة من كورفمان تسيب الحقيقة معلقة بين الأسطورة والواقع. فالمرة الجاية اللي حد يقول لك تعرف حصان طروادة، تقدر ترد عليه بسؤال بسيط: تعرف مين بناه؟ لأن الإجابة مش بس اسم واحد، هي طبقات من الأسماء، كل واحد فيهم ساهم بحاجة مختلفة، وكلهم اختفوا وراء شهرة الحصان نفسه.